صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف السيشن ديك امتى. في السيشن ديك احنا هنتكلم على موضوع من اهم مواضيع البرفورمانس ماركتنج، وهو الداتا اناليسيز. طيب يعني ايه اصلا داتا اناليسيز، وازاي نقدر نستفيد منها، وازاي نقدر نعمل اكسكيوشن للداتا دي كلها، وازاي كمان نحسن من الداتا دي كلها، والكلام ده كله ده بالظبط اللي هنقدر نتعلمه، او ده بالظبط اللي هنتعلمه في السيشن دي. طيب نبدا الاول بيعني ايه اصلا داتا اناليسيز في البرفورمانس ماركتنج. بكل بساطه لو جينا نبص على الديفينيشن بتاعها بيقول لك اتس ذا بروسيس اوف كليننج او كولكشن والكلام ده كله. طب يعني ايه الكلام المجعلص ده كله؟ لحظه واحده ايه هبسطه لك. طيب نيجي الاول نبدا يعني ايه اصلا البرفورمانس ماركتنج او الداتا اناليسيز في البرفورمانس ماركتنج. ده بكل بساطه هي عمليه، وهو بكل بساطه الاول ان انا ببدا من ان انا اعمل كولكشن للداتا، وبعدين بعمل لها كليننج، وبعدين ببدا اعمل ترانسفورم الداتا دي كلها بالنسبه لي لثيوريز. ففي الاخر بالنسبه لي بطلع بايه؟ بالديسيشن من الاخر بيزد على الثيوري دي. طيب يعني ايه الكلام ده كله؟ هبسطها لك. دلوقتي انا عندي موديول، ده انا لسه مخترعه من حرفيا ما كملتش يعني، بقى لي مده، ده اللي انا شغال عليه يعني، محدش عمله. تمام، في موديولز كتير عامه، بس انا بقول لك حاجه ايه بالبلدي. هو اسمه ال 5 اي. يعني ايه 5 اي؟ في 5000 بكل بساطه. تمام. طيب اول حاجه ان انا اجمع، يعني ايه اجمع الداتا بتاعتي. تمام، واجمعهم كلهم في مكان واحد. تمام، واعمل لهم سورتنج بقى وايه، وارتبهم بايه بحيث ان انا اقدر اخد داتا قدامي، الداتا دي متجمعه. تاني حاجه افكر دلوقتي ابص على الداتا دي كلها. تمام، الداتا دي كلها بالنسبه لي انا لما جمعت الداتا مثلا دي كلها، فانا بالنسبه لي ثبت فاريبلز معينه، فانا اشوف انهي فاريبل بالنسبه لي بيأثر في الحاجه او بيأثر على القرار بتاعي، فاقعد افكر في الداتا دي كلها ايه اللي ممكن الانسايتس اللي انا اطلع منها. طيب تالت حاجه افرض فرضيه بقى. تعالى دلوقتي انا بيزد على النتائج اللي قدامي، بيزد على الداتا اللي قدامي دي، في فرضيه لازم افرضها. الثيوري دي هي اللي هتحدد اصلا هي انا ممكن فعلا لو عملت الحاجه دي تنجح ولا لا. والداتا دي كلها، او بكل بساطه اهميه الداتا اناليسيز في الجزئيات دي كلها، اللي انا اصلا بلاقي الداتا قدامي، في الداتا دي كلها بتوصلني الفرضيه، فالفرضيه دي كلها بتخليني بعد كده اجرب الفرضيه دي، وبعدين ببدا اقارنها بنتائج. طيب بعد ما اطلع بالنتائج دي ايه اهم الاسئله المفروض ان انا اجاوب عليها؟ كبقى هنتكلم كبيد ادز وكبرفورمانس ماركتنج وكبقى بشكل عام كاورجانيك وكل حاجه. ايه الحاجات اللي انا ممكن اعمل لها سكيلينج؟ ايه الحاجات اللي لازم اوقفها؟ طيب ايه نوع الكريتيفز اللي ماشي معايا؟ طيب انا المشكله عندي فين بالظبط لو انا عندي مشكله؟ طيب ازاي ممكن احسن؟ طيب ازاي اقدر اعمل اورجانيك كونتنت قوي؟ ايه نوع الاورجانيك كونتنت اللي بتجيب مع الاودينس بتوعي؟ طب ازاي اقدر اعمل بالانس ما بين الاورجانيك كونتنت والبيد ادز؟ الكلام ده كله. فده بالنسبه لي ده اهم حاجه، ان انا بالنسبه لي اطلع بايه؟ بطلع بالنسبه لي باجابات للاسئله، وكل حاجه بالنسبه لي ازاي ممكن اقدر اعمل كده. ان انا دايما اقعد اسال نفسي اسئله، واجاباتها تبقى اجاباتها من الداتا بتاعتي. طيب ليه ده بقى ده مهم؟ لان زي ما قلت لك انا وانس ان انا بتكلم بيزد اون داتا، فانا كده ايه؟ انا خدت بالاسباب وايه يعني، بس الباقي ده كله ايه؟ طبعا توفيق من ربنا. بس انا كدوري ان انا باخد بالاسباب وافرض الثيوري. طب الثيوري دي خلاص اجربها، بعد ما اجربها ابدا اقارن النتائج، فهل في تحسن ولا مفيش؟ طيب لو مفيش تحسن، لا ابدا اجرب الثيوري دي عندي كانت انا فرضها فرضيه غلط، فابدا افرض فرضيه تاني بيزد على داتا تاني. واهم حاجه في الداتا اناليسيز ان انا افرض فرضيه على مده طويله، ما اجيش ان انا بالنسبه لي اقوم جاي مثلا اقارن بنتائج اسبوع او شهر. تمام، لا، كل ما كان بالنسبه لي المده اطول، كل ما كان بالنسبه لي نسبه ان تكون النتائج بالنسبه لي اكبر، او كل ما كان بالنسبه لي الثيوري ممكن تكون اصح بشكل اكبر. طيب نيجي للداتا، عندها طيب نوعين من ايه الداتا اناليسيس. داتا اناليسيس جوه الداشبورد، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، وداتا اناليسيس بره الداشبورد. يعني دلوقتي احنا هنيجي نفصص دلوقتي الداتا اناليسيس جوه الداشبورد. يعني ايه؟ دلوقتي احنا عندنا شويه متريكس كتيره. تمام، اولهم الايه؟ الكوست بير كليك والكلام ده كله. يعني ايه الكوست بير كليك؟ يعني تكلفه كل حد ايه؟ يدوس على الكليك، ايا كان البوتن اللي انا حاطه، مثلا ايه اللي هو مثلا ايه؟ اوردر. طب لو انا عندي مشكله بقى ان الكوست بير كليك ده كان عندي غالي، وقتها انا عندي حاجه من اتنين، او فرضيه من فرضيتين. يا اما اول حاجه ان انا بالنسبه لي اصلا الاودينس دول مش بتوعي، انا بخاطب اودينس ولا يعرفوني ولا الحاجات دي كلها، او انا مثلا بخاطب اودينس في فانل غلط. يعني انا مثلا ممكن يكون الاودينس بتوعي، بس انا مثلا ده توب اوف فانل. تمام، وانا او هو اودينس ما يعرفنيش خالص، وانا بالنسبه لي انا بخاطبه بكونتنت مثلا في يوجرنسي، فهو اصلا ما يعرفنيش. ففكره ان هو فكره الكليكس هتبقى اقل بكتير. طيب تاني حاجه ان انا عندي لا، الاد والله الكواليتي بتاعته تعبانه، فدي فرضيه من فرضيتين لو انا عندي الكوست بير كليك عالي. طب لو جينا بقى نبص حاجه تانية، الكليك ثرو ريت او السي تي ار، وهو بكل بساطه اجمالي الناس اللي بتدوس على اللينك بتاعي، تمام، من التوتال بتاع الناس اللي بيوصل لهم الاعلان والحاجات دي كلها. طيب انا هنا عندي ثلاث فرضيات. ممكن يكون الكول تو اكشن مش موجود، او الكول تو اكشن ضعيف، ممكن الديزاين بتاع الاد ذات نفسه فيه مشكله، ممكن يكون اصلا ايه؟ الهيدلاينز الحاجات دي كلها فيها مشكله. اذا ان انا عندي هيكون عندي مشكله في الكرييتيفز. فانا وقتها لما كل ما كان الكليك ثرو ريت بالنسبه لي قليل، كل ما انا عرفت ان انا بالنسبه لي لا، لازم اعمل اوبتمايزيشن للكرييتيفز بتوعي. نيجي بقى لثالث حاجه، الكوست بير مايل، وبكل بساطه تكلفه ظهور الاعلان بتاعي 1000 شخص. طيب لو انا لقيت ان الكوست بير مايل ده بالنسبه لي غالي والحاجات دي كلها، فانا عندي برده حاجه من اثنين، يا اما انا بخاطب اودينس مش بتوعي، يا اما انا الاد كواليتي عندي تعبان. تمام، فانا لازم اشتغل
بكواليتي مناسب. يا اما انا بخاطب اودينس بالنسبه لي مش في الفانل بتاعي كويس، ان انا بخاطب اودينس بكرييتيف مثلا توب اوف فانل وهو اصلا، او اورجانيك كونتنت وهو اصلا بالنسبه لي هو اصلا خلاص هو دخل عندي شافني مره واثنين وثلاثه واربعه وعمل اد تو كارت، هو بس محتاج حاجه ايه تزقه زق. فهنا بالنسبه لي انا بعمل، او انا بتكلم لما اجي اعمل اللي هو ايه، لما انا اجي اعمل ريفايند او ريفاين للاودينس تارجتنج والحاجات دي كلها، انا بتكلم ككرييتيفز حتى، مش بتكلم مش شرط انك تعمل تارجتنج، لان زي ما احنا عارفين دلوقتي ما فيش تارجتنج اصلا ليه علاقه بالايه بالجزئيه اللي بتاعت اللي هو اللي انا اعمل تارجتنج اللي هو ديتيل تارجتنج والكلام ده كله ما بقاش موجود اصلا. تمام، التارجتنج عندنا كله زي ما احنا عارفين بقى بايه بالكرييتيفز. طيب نيجي الجزئيه بتاعت الريتش قليل، حاجه من اتنين، لو انا عندي الريتش قليل والكلام ده كله، فانا كده يا اما انا البادجت عندي قليله، يا اما عندي مثلا ما فيش سحب والحاجات دي كلها فالبادجت قليله، يا اما عندي انا ما عنديش تارجتنج، او انا زي ما قلت لكم انا مش بخاطب اودينس مش بتوعي، فدي لازم اشتغل وقتها على ان انا ازود البادجت، ودي 100% اصلا بتكون مشكله بادجت. طيب الكواليتي رانكينج، ودي حاجه مهمه جدا والناس اصلا بتسيبها، وبكل بساطه كواليتي الاعلان بتاعي او الرانك بتاع الاعلان بتاعي مع الناس الكومباترز بتوعي انا فين. لو انا بيلو او الحته بتاعت ال 35%، فوقتها ديفينتلي انا الاب بتاعي او الكواليتي بتاعته او الكريتيف بتاعتي ضعيفه ككواليتي وكده. طيب وعندي الكونفرجن برضو رانك، وبكل بساطه عدد الناس اللي بتتحول على الويب سايت من عدد الناس اللي هم بيشوفوا الاعلان، برضو وقتها لازم اعرف انا بالنسبه لي لو ليه ده قليل، وقتها انا ممكن يكون عندي الكول تو اكشن قليل. فانا بالنسبه لي الكواليتي رانكينج والانجيجمنت رانك والحاجات دي كلها مهمه جدا جدا عندنا. فليه بيعرفونا انا فين بالظبط؟ وانس ان انا قلت عن الافريج العادي، لا اذا انا عندي فيه مشكله. طيب ايه اهم حاجتين ممكن ابص عليهم؟ انا ممكن ابص على اللي هو الجزئيه بتاعت اللي هو الكواليتي رانكينج والكونفرجن رانك، تمام، لان هو بيقارن ما بيني وما بين الكومباترز، وانا فين ما بيني وما بين الكومباترز بتوعي. وقتها ايه، انا عندي هنا مشكله في الكرييتيفز او الكونتنت بتاعي ضعيف، او الاكسبيرينس بتاعته بشكل عام مش كويس. تمام، لو الكواليتي بتاعتي قليله فطبيعي ان الاكسبيرينس مش هتكون قليله. نفس الكلام على الانجيجمنت ريت، يعني ما عنديش انجيجمنت او انا ما عندي بعمل كونتنت غلط للاودينس بتوعي، فوقتها الاودينس بتوعي دول اللي هم اصلا مش بياخدوا اكشن، او مش مثلا بيعملوا انجيجمنت، او انا مش عامل لهم كونتنت يعملوا انجيجمنت، او انا مش بقول لهم انجيجمنت اصلا، او مش بقول لهم كول تو اكشن يساعدهم على ان هم يعملوا انجيجمنت. زي مثلا ايه، لو انت مهتم انك تتعلم اكتر عن ميديا باينج او مش عارف ايه، اعمل لي فولو، فانا بديك كول تو اكشن خلاص، انا لو انت مهتم فعلا هتعمل لي فولو. الحاجات دي كلها لو انا مثلا مش بعمل كونتنت كويس، انا مثلا لو انا عايز انجيجمنت عالي، فطبيعي ان انا مثلا ممكن ايه اعمل مثلا اورجانيك كونتنت يكون بتكلم فيه عن الايه الجزئيه بتاعت اللي هو الاديوكيشنال كونتنت والحاجات دي كلها، او ممكن اعمل برودكت ديموز ايا كان. الجزئيه بتاعت بقى الكونسيدريشن والكلام ده كله، ده المفروض يكون انجيجمنت ريت عالي في الجزئيه بتاع الكونسيدريشن دي، لان اصلا هو هدفه ان انا ايه انجيج مع الاودينس بتوعي والكلام ده كله. طيب الرو از او الريتيرن اون اد سبند، هو بكل بساطه لو انا عندي مشكله في الريتيرن اون اد سبند، وقتها انا لازم اعرف ان انا عندي ان الكونفرجن ريت عندي فيه مشكله. تمام، طيب الكونفرجن ريت فيه مشكله، انا عندي بقى مشاكل، عندي حاجات كتير قوي لازم ارجع بقى قبلها ديك. يعني انا بالنسبه لي لو الريتيرن اون اد سبند قليل، فمعناها ان الكريتيفز ضعيفه. طب فالكريتيفز ضعيفه ممكن يكون الكول تو اكشن ضعيف، ممكن يكون بالنسبه لي انا بخاطب كريتيفز بالمرحله مختلفه في الفانل. تمام، ممكن يكون عندي ابدا اخدهم واحده واحده بقى، ممكن يكون اصلا الريتيرن اد سبند مشكله مش جوه الداشبورد. لو انا رجعت للكريتيفز، رجعت بالنسبه لي كليك ثرو ريت، رجعت بالنسبه لي الكوست بير كليك، رجعت كل الميتريكس اللي عندي ولقيت ان الميتريكس كويسه، وان برده ستيل الريتيرن اد سبند قليل عندي، فوقتها لا اطلع بقى من بره الحاجات دي كلها واطلع ابص بقى من بره الداشبورد. انا عندي مشكله في البرايسنج، ممكن عندي مشكله في الويب سايت، وهعرفك ازاي تخش تتفرج على الاودينس بتوعك والحاجات دي كلها، وازاي تعمل اناليسيس للداتا بتاعت الويب سايت بتاعتك عن طريق اللي هو مايكروسوفت كلارتي والكلام ده كله. تمام، دي لازم اعرفها. وازاي اعرف كده؟ انا عندي مشكله بقى بشكل عام في الاد تو كارت، او النسبه ما بين الاد تو كارت للكونفرجن، انا عندي حاجات كتير قوي لازم ابص عليها. فاذا هنا انا عندي لو انا عندي ريتيرن اد سبند قليل، انا عندي بيطلع حاجات كتير قوي لازم اخدهم بالترتيب. ببدا الاول من جوه الداشبورد او الفريم ورك عندي، ببدا من الداشبورد، وبعد كده ببدا اطلعها ايه واحده واحده. اطلع لو اتاكدت السي تي ار عندي كويس حلو، لو اتاكدت ان الفريكونسي عندي كويس حلو، لو اتاكدت ان انا عندي كوست بير كليك حلو، لو اتاكدت ان انا عندي كونفرجن ريت حلو ما بين الناس بقى اللي هو خلاص بتخش. طب وقتها بقى بطلع خلاص واحده واحده واحده، طلعت بره الداشبورد خالص. تعالى انا ما عنديش مشكله في الميديا باينج، انا عندي مشكلتي اصلا بره الميديا باينج. ممكن يكون ان البرودكت ذات نفسه معلوش ديماند، ممكن يكون ان التسعير بتاعي غلط، ممكن يكون اصلا ان انا بره السيزون. دلوقتي الناس اللي بتوع اللي هو ما بين في اللبس والحاجات دي كلها خلاص السيزون خلص، فاغلب الناس خلاص ما بتشتريش دلوقتي. ممكن ما لهاش علاقه بقى بالميديا باينج والحاجات دي كلها، ولا برايسنج ولا اي حاجه. طيب ممكن يكون الويب سايت عندي فيه ديلي بيحصل، في حاجات بتضايق الناس،
فوقتها انا مش هقدر اعرف كل ده. واعرفك برضو ازاي تعرف الكلام ده واحده واحده بره الداشبورد. نفس الكلام على الكونفرجن ريت، لو انا عندي كونفرجن ريت قليل فانا وقتها انا عندي اللاندنج بيج ممكن يكون فيها مشكله، ممكن يبقى فيها ديلي في الويب سايت تمام يخلي الناس تزهق، ممكن يكون عندي مشكله ان انا حاطط اوفر تمام معين، الاوفر دوت مش بيالاين مع الكريتيف بتاعتي. انا مثلا قلت هناك مثلا ديسكاونت 50%، اروح على الويب سايت الاقيه 25%، فده طبيعي هيخلي الكونفرجن ريت اقل. في حاجات كتير ممكن يكون لاك اوف سوشيال بروف، ممكن اللي هو ما فيش سوشيال بروف موجود كتير على الويب سايت عندي. فاذا هنا انا بطلع ثيوريز كتير. نيجي عند الفريكونسي، لو انا عندي فريكونسي عالي فوقتها اول حاجه ده بسبب حاجه من اتنين او اتنين ثيوريز مهمين بالنسبه لي. يا اما انا عندي بالنسبه لي الكونتنت بتاعي او الكريتيفز بتاعتي انا مش بعمل لها ريفريشمنتس على طول، او انا بالنسبه لي شغال ببادجت عاليه، فانا شغال على بوكيت اوف اودينس بالنسبه لي خلاص انا جبت اخره. فكل شويه لازم الناس لازم او الالجوريثم ترجع الكونتنت او الكريتيفز لنفس الناس مره تاني وكده تمام. نيجي للكوست بير اكوزيشن او الكوست بير اكشن ايا كان، يعني ممكن يكون دايما بيبقى بيتكلموا عن اللي هو الكوست بير بيرتشيز. لو جينا نبص ان احنا شغالين على كونفرجن ويب سايت، او انا عندي حاجه من اتنين، يا اما انا عندي كونفرجن ريت قليل تمام لو الكوست بير اكشن ده عالي تمام، يا اما انا برده شغال على اودينس مش بتوعي او دول هم ناس مش مهتميه بيها دلوقتي. فاذا هنا بالنسبه لي انا عرفت لو كل الميتريكس المهمه بالنسبه لي وايه الثيوريز اللي انا ممكن اخدها. طيب بعد ما اتعلمنا ازاي خلاص نقرا الداتا بتاعه الميتريكس بتاعه الكامبين والكلام ده كله، لازم نيجي بقى الجزئيه مهمه قوي. في حاجات بره الداشبورد او حاجات لسه جوه الداشبورد هنتكلم عنها، اللي هي البريك داونز البليسمنت والكلام ده كله. ودي حاجه دايما انا دايما بخش اجيبها من الاد ريبورتنج. زي ما قلت لكم انا دايما بشتغل من جوه البلاتفورم ذات نفسها عشان خاطر اعرف بالنسبه لي انا شغال انا بجيب الداتا من السورس بتاعها، ما اقعدش ان انا اعمل اكستراكت فبالتالي بالنسبه لي في داتا ممكن تسقط مني وكده. فانا هنا اقوم جاي هنا مثلا لو انا جيت هنا انا عايز اعمل بريك داون للبليسمنتس وكده. طيب ليه انا بعمل بريك داونز بليسمنتس؟ في عندي بليسمنتس كتيره مش بتجيب لي نتائج، فانا بالنسبه لي لازم اشوف انهي اكتر نتائج بالنسبه لي شغاله كويس وابدا او انهي اكتر بليسمنتس شغاله كويس معايا وابدا ان انا اشتغل عليه. طبعا هنا بنعمل بنجيب البليسمنتس. طبعا هنا بنقوم جايين هنا نشوف مثلا انهي اكتر بليسمنتس جابت لي ريزلتس. فانا مثلا هشوف انهي كامبين، انا دلوقتي الكامبين ده جايبه لي 640,000 جنيه. طيب الكامبين ده كان عايز ابدا اقارن بقى ما بينها وما بين الحاجات الثانيه تمام، او اشوف انهي بليسمنتس اشتغل عليها كويس. لان جينا بصينا لقينا ان فيسبوك فيدز ولقينا الريلز بشكل عام والستوريز دول اكتر. فانا لقيت عندي هنا 5 بليسمنتس هم واخدين الكريدت كله. فاذا هنا عندي بالنسبه لي ممكن تبقى ثيري، بس انا هبدا مش هقارن على دي لوحدها، هبدا انزل تحت بقى خالص، هبدا اقارن برده كامبين تاني هنلاقي ان الفيدز برده مصروف عليها كتير جدا. طيب هنبدا ننزل تحت برضو هنلاقي ان الفيدز بالنسبه لي برضو اكتر كامبين اكتر بليسمنت جاب لي هو الستوري وكده. طيب انا اطلع من الكلام ده بانسايت ممكن اقارن بواحده تاني عشان خاطر اكد الانسايت بتاعتي. هنا برضو نفس الكلام، الفيدز اكتر حاجه جايبه لي الريزلتس والكلام ده كله. طيب انا اطلع بالكلام ده بانسايت مهم قوي ان انا الفيدز بالنسبه لي اكتر حاجه بتبيع. فانا بالنسبه لي هنا لما اجي اختار بليسمنتس وكده طبعا على المدى الطويل ابدا اقارن ما بينها وما بين الحاجات الثانيه، ابدا اشوف انهي اكتر فيدز او انهي اكتر بليسمنتس بتجيب لي ريزلتس احسن واشتغل عليها. طيب هنا باجي الجزئيه مهمه قوي ان انا دلوقتي في اوقات بعمل اناليسيز عندي وبلاقي ان انا ما عنديش اي مشكله حرفيا في البيد ادز كستراكشر كميتريكس ككل حاجه تمام. فببدا لازم بقى اطلع بره الداشبورد ديت وابدا افكر بقى تفكير تاني. فانا هنا عندي 2 تولز مهمين جدا وهو مايكروسوفت كلارتي وشوبيفاي اناليتكس. هنا هفتح شوبيفاي اناليتكس حرفيا هلاقي فيها حرفيا كل حاجه. هنا الاقي هنا الجروس سيلز قد ايه، وهلاقي هنا الريتيرن ريت او الريتنشن ريت وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. هنا الاقي في عدد الاوردرز والكلام ده كله. طيب لما انزل تحت شويه لو انا لقيت مثلا انا عندي هنا افريج اوردر فاليو قليل وعدد اوردرز كتير، فانا هنا ممكن لازم اخد اكشن ان انا اعلي الافريج اوردر فاليو. هنا بقى التوتال سيلز باي برودكت، هنا بعرف من هنا اللي هو حرفيا انهي برودكت كان عليه ديماند اكتر وبطلع من هنا الوينر برودكت والكلام ده كله. هنا بقيس برده انهي برودكت بيرجع لي منه مرتجعات والكلام ده كله تمام. يعني مثلا هنا برودكت رجع لي منه مرتجعات كتير الكرياتين، فانا بعرف انهي برودكت بيطلع لي مرتجعات اكتر والكلام ده كله. طيب وبعرف برده الكونفرجن ريت برده على مدار الوقت، وبعرف برده نسبه اللي هو الاد تو كارت التشيك اوت والاد تو كارت الكومبليتنج اوردر والكلام ده كله. فانا هنا بالنسبه لي انا شايف ان انا الريت بالنسبه لي ما بين التشيك اوت تمام لحد الكومبليت هو ستيل هي نسبه حلوه، بس برضو لا فيها ممكن نعمل اوبتمايزيشن اعلى. طيب هنا بقى عدد السيشنز والكلام ده كله، وعايز اعرف السيشنز دي جايه لي منين ومن انهي محافظه والكلام ده كله. هنا ممكن لو دخلت على السيشنز باي لوكيشن هشوف انهي محافظه اكتر محافظات بيجي لي منها سيشنز. طب ده الكلام ده هيبقى ريفلكتد على ريفلكتد على الانفستمنتس اللي انا بطلعها. انا بالنسبه لي خلاص انا لقيت ان انا بالنسبه لي الحاجات اللي هي بتجيب لي سيلز اعلى، لا والله ان السيشنز كلها جايه لي مثلا من اغلبها جايه لي مثلا من الكايرو وجيزه والكلام ده كله، فانا اشتغل على كايرو وجيزه والكلام ده كله تمام.
ما اشتغلش على كل المحافظات، لان انا كده وقتها هبقى انا بضيع فلوسي والكلام ده كله. هنا بقى بقعد ادور على كل حاجه حرفيا، هنا ايه البرودكت سيلز ريت والكلام ده كله. طيب نيجي بقى للجزئيه مهمه الايه او تاني تول مهمه قوي بالنسبه لي، وهي مايكروسوفت كلارتي. طيب دي هنا بخش على الابس في شوبيفاي واقوم جاي اكتب مايكروسوفت كلارتي واعمل لها انستول، هلاقي ايه بالنسبه لي اتثبتت على طول. اول ما افتح بقى عندي مايكروسوفت كلارتي هنا هيظهر لي ايه الداشبورد دي كلها. طيب الداشبورد دي كلها يظهر لي هنا عدد السيشنات، تمام، ده طبعا انا هنا عاملها اخر 3 ايام وكده. هنا يظهر لي ايه الوقت اليوزر الواحد بيقعده. هنا يظهر لي حرفيا هنا بقى كل حاجه ليها علاقه باليوزر بيعملها. يعني هنا دلوقتي هيظهر لي عدد الايه عدد اليوزرز او الايه الريكوردات بتاعت اليوزر جوه الويب سايت. الويب سايت ده او اليوزر ده جوه الويب سايت بيعمل ايه. ممكن انزل تحت شويه هنا ادور على كل الناس. انا مثلا هنا لو لقيت واحد هلاقي ان هو قاعد مثلا هنا 13 سنه. 13 سنه ده كان بيعمل ايه؟ ممكن تعالى نتفرج عليه مع بعض. طيب هو فتحنا هنا لان الريكورد ده بتاع الريكورد ممكن بس نقلل الوقت، ممكن نخليه باي 2 مثلا. بس هنا مثلا هيتفرج، هو فتح الايه الثرينز كومبو وقعد يتفرج مش اي حاجه. فهنا هو قام طالع على طول. تمام، ممكن بقى نشوف ايه ناس غيره والكلام ده كله. نبدا بقى ايه نطلع من الكلام ده او نبدا نتفرج على ايه على عدد يوزرز معين. تمام، وابدا اشوف انا عندي مشكله جوه الويب سايت ولا لا، اشوف الناس بتعمل ايه بالظبط، اشوف من الانسايتس بتاعتي اعرف الناس دي فعلا هل في مشكله عندي فين بالظبط، وانس ان انا حددت المشكله وانس ان انا هعرف احلها. طيب هنزل تحت شويه هنا. لما اجي انزل تحت بقى خالص هلاقي ان انا بالنسبه لي هلاقي كل حاجه حرفيا ليها قيمه. يعني مثلا هنا ايه الايفنتس المهمه بقى، الناس اللي هي الريكوردات بتاعت الناس المهمه، الناس اللي عملت فورم، الناس اللي هي عملت اد تو كارت، الناس اللي عملت التشيك اوت، الكلام ده كله. فانا ممكن اتفرج على الناس اللي هي مثلا عملت التشيك اوت وما كملتش، تمام، وابدا اشوف هم ليه ما كملوش الاوردر والكلام ده كله. هنا بقى ابدا اشوف ايه الشانلز المهمه بالنسبه لي، لان هي اكتر حاجه جايه لي. مثلا ممكن في حاجات دايركت في حاجات مش دايركت. هنا مثلا اشوف الكامبينز، انهي كامبينز جايبه لي الفتره دي، جايبه لي السيشنات الفتره الاخيره. هنا بقى اشوف السورسات كلها جايه لي. مثلا فيسبوك بالنسبه لي فانا انفست اكتر في فيسبوك كادز والكلام ده كله. فبس يعني انا بالنسبه لي هنا بعرف كل حاجه حرفيا ليها علاقه. هنا بقى بشوف السكور بتاعي الويب سايت بقى، انا عندي الويب سايت بتاعي والله البرفورمانس بتاعي مثلا ايه، يعني مثلا شغال كويس الكلام ده كله. وابدا اشوف الحاجات دي كلها وابدا بالنسبه لي لا اقارن ما بين الويب سايت بتاعي، اقارن ما بين كل حاجه حرفيا لها علاقه بالويب سايت بتاعي. فانا بالنسبه لي بطلع بانسايتس مهمه جدا. طيب نيجي لحاجه مهمه قوي اللي هو الفريم ورك الاناليسيس. تمام، طيب انا اول حاجه لما باجي اعمل الفريم ورك او لما باجي بالنسبه لي كفريم ورك في الاناليسيس بعمل حاجه مهمه قوي. ببدا الاول بالاودينس اناليسيس، لان انا بالنسبه لي خلاص انا لو انا في الفتره الاولانيه بتاعه التستنج لازم اطلع بانهي اودينس بالنسبه لي شغالين كويس قوي. الاودينس في كل مرحله بقى جوه في الفانل. بعد كده ببدا اشتغل على الكريتيف اناليسيس، لان هو خلاص الكريتيف بتاعي هو التارجتنج كده كده. تمام، طيب وهنا بقيس نجاح الكريتيف من فشلها بحاجتين مهمين قوي، الكليك ثرو ريت والريتيرن اون اد سبند. انهي كريتيف بتكونفيرت الناس معايا اكتر. هنا طبعا بعمل اناليسيس البليسمنت زي ما قلت لك، انهي اكتر حاجه بتجيب لك حاجات وانهي اكتر حاجه بتجيب لك ريزلتس معينه. بعد كده بنيجي لجزئيه حلوه قوي اللي هو ايه، انا زي ما قلت لكم ايه الديسيجنز اللي ممكن اخدها بناء على ايه الداتا اللي انا طلعتها. طبعا لو انا عندي كريتيفز شغاله كويس فانا ببدا اعمل لها سكيلينج والكلام ده كله، لان انا بشوف ان انا عندي بوتنشال هنا. تمام، طبعا بوقف الحاجات الوحشه اللي هي مش شغاله ومش جايبه نتائج كويسه. حاجه حلوه قوي الكوست بير اكشن او الكوست بير اكوزيشن، لو هو اكبر من اللايف تايم فاليو ديفينتلي لازم توقف الحاجه دي. يعني دلوقتي لو انا ببيع البرودكت ده مثلا ب 1000 جنيه وانا جالي مثلا ده الكوست بير اكوزيشن بتاعه، وانا جالي بالنسبه لي ان انا الكوست بير اكوزيشن مثلا 1000، فانا بالنسبه لي خلاص لو انا ببيع للكلاينت ده مره واثنين وثلاثه و10 فبالنسبه لي عادي ممكن اقبلها. انما لو انا لقيت ان اللايف تايم فاليو ان الكلاينت ده بيشتري مني مره واحده والكوست بير اكشن هو 1000 او اكتر وانا مش قادر ابيع له اكتر من كده، فلا وقتها 100% لازم ايه اوقف الكامبينز الحاجات دي كلها. الري الوكيتنج للبادجت والكلام ده كله انا بشوف انهي بلاتفورمز انهي بليسمنتس بتجيب اكتر مع الناس، الحاجات دي كلها. التستنج زي ما قلت لكم برده بطلع بانهي وينر كرييتيفز وانهي وينر اودينس وانهي الحاجات دي كلها وانهي وينر برودكت او انهي حاجه عليها ايه عليها ديماند اكتر. نيجي لجزئيه مهمه قوي الناس كتير بتتكلم عنها وبشوفهم للاسف بيتكلموا عليها بشكل غلط او بيدوا الموضوع اكبر من حجمه، وهو ايه التولز او البلاتفورمز اللي انا اشتغل عليها. لان انا بشوف ناس بيقول لك ايه لازم تتعلم اللي هو ايه بص بقى الباور بي اي ولازم تتعلم اللوكر ولازم تتعلم جوجل اناليتكس، لو ما اتعلمتش دوت فانت لا بص انت مش شغلانتك ان انت تبقى داتا اناليسز او انت مش بتشتغل في داتا اناليسز بس، انت عندك حاجات كتير قوي. تمام، انت بس بالنسبه لك بتعلم داتا او بجيب الداتا اهم حاجه تيجي من مصدرها الاساسي. لان انت عشان خاطر تشتغل على تولز معينه، يعني مثلا عشان تشتغل على اللوكر فانت محتاج تولز تاني تسحب لك الداتا وعشان خاطر تعمل ريفريشمنتس والكلام ده كله. لا فانا عايز اقارن الداتا والله بالنسبه لي من مكانها الصح. انا بالنسبه لي اكتر حاجه ببقى واثق فيها من مكان الداتا الاساسي، واكتر 2 تولز زي ما قلت لك بستخدمهم. اول حاجه الاناليتكس بتاعت الابلكيشن
الابلكيشنز ذات نفسها زي مثلا الشوبيفاي، زي مثلا الحاجات اللي زي مايكروسوفت كلارتي والكلام ده كله، والتولز زي مثلا تيك توك ستوديو. مثلا لو جينا دخلنا على الاناليتكس، انا هتكلم على الكونتنت بتاعي مثلا، فانا ببدا اعمل اناليسيز للاورجانيك كونتنت بتاعي، ومن انا مثلا عايز اشوف مثلا اخر 60 يوم او اخر مثلا 365 يوم انهي اكتر نوع كونتنت. فهي زي ما قلت لكم احنا هنطلع بين هنا بانسايت مهم قوي. لو انت اتفرجت على الفيديو، او اكيد انت اتفرجت على الفيديو، فهتلاقي ان انا بالنسبه لي والله اكتر حاجات ابدا اعمل لها اناليسيز، اكتر حاجات جابت مع الناس بتوعي ابدا اعمل لهم اناليسيز والكلام ده كله. طيب بعد كده خلاص انا جبت المعلومه من مصدرها والكلام ده كله، ابدا خلاص بقى اعرف انفست انهي اكتر حاجه. طيب انهي اكتر نوع اورجانيك كونتنت بيجيب مع الناس فاشتغل اكتر عليه، انهي الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لك المهم بالنسبه لي مش ان انا اشتغل على انهي تولز على قد ما التولز ديت هتجيب لي الداتا بتاعتي ولا لا. انا المهم بالنسبه لي ان انا حاجه تؤدي الغرض، مش ان انا اقعد اتعلم تولز واضيع فيها وقت والكلام ده كله. اتعلم التول او هات المعلومه من مكانها الصح. مكانها الصح مش هيكون اكتر من البلاتفورم ذات نفسها. يعني شوبيفاي هو يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها كاناليتكس، كانهي برودكت عليه ديماند، كانهي هيجاوبك على معلومات كتير، كانهي بلاتفورم، كانهي مكان بيجي لك منه سيشنز، كانهي بلاتفورم بيجيب لك منه حاجه، كانهي كامبينز شغاله كويس، الكلام ده كله. طيب انا جاوبت على الاسئله دي تمام. طب مايكروسوفت كلارتي هيجاوبني على اسئله مهمه جدا بالنسبه لي، الناس بيعملوا ايه جوه الويب سايت بتاعي تمام. طب الناس اللي هم اشتروا مني ليه، وايه الاكشنز اللي هم خدوها والكلام ده كله. حاجه مهمه قوي ما بقاش انا اهلك نفسي في ان انا اتعلم تولز كتيره ما استخدمهاش، لا انا اتعلم من التولز او اجيب المعلومه من مكانها الاساسي. ده مهم جدا بالنسبه لي. طيب نيجي لاخر حاجه عندنا في السيشن، ايه هي الميتريكس اللي انا ببص عليها، مهمه جدا في كل مرحله في الفانل، وفي كل مرحله في البيزنس بتاعي، الحاجات دي كلها كاناليسيز وكداتا بقى ببص عليها. طيب اول حاجه في مرحله التوب فانل كاورجانيك كونتنت وكبيد ادز، انا لازم اقارن ما بين حاجات مهمه قوي. الريتش، معدل الوصول بتاعي، انا بوصل لكام واحد وناس كتير بيعرفوني ولا لا تمام. والناس دي عدد الانجيجمنت الريت بتاعهم قد ايه والكلام ده كله كاورجانيك كونتنت وكبيد ادز، وانهي اكتر بلاتفورمز وانهي اكتر نوع كونتنت كاورجانيكلي بيجيب لي ريتش، وانهي اكتر نوع كونتنت كبقى كبيد ادز بيجيب لي ريتش والكلام ده كله. طب لما اجي اكتر المرحله الثانيه، او لما الاقي نفسي في المرحله الثانيه في الفانل، الكونسيدريشن انهي اكتر بلاتفورمز مناسبه وكده، طبعا الانستجرام ستوريز، طبعا الاديوكيشنال كونتنت زي ما قلت لكم والكلام ده كله. بس لازم اقيس او المين مترك اللي انا ببص عليه هنا الانجيجمنت ريت عندي قد ايه. كواحد بقى بتاع داتا اناليسيز لما اجي اقارن، انا عندي فاكتور اساسي مهم بالنسبه لي في المرحله دي، الانجيجمنت ريت قد ايه، والكونفرجن ريت من الناس ديك او الحاجات دي كلها بيوصلوا معايا للاد تو كارت والانيشال تشيك اوت بنسبه قد ايه. طب نيجي لاخر مرحله البوتوم اوف فانل، عدد الناس اللي بتشتري، الناس اللي هو خلاص بقى تعرفني قبل كده وعملت. فانا بقارن ما بين الريتيرن اون اد سبيند كماتريكس بقى وشخص بيعمل اناليسيز للداتا، كعدد الناس اللي هم خلاص او كبلاتفورمز بتجيب لي بتكونفرت الناس اكتر، فبالتالي انفست فيها اكتر، بالذات لو انا شغال على اكتر من بلاتفورم وكده. فبرضه وانا نصيحه لما تيجي تشتغل على اتريبيوشن موديل، في اتريبيوشن موديلز كتيره، بس انا نصيحتي ليك انك تشتغل على اتريبيوشن موديل مش لاست كليك ولا كده. اشتغل على الداتا دريفن اتريبيوشن موديل، ده بيديك حرفيا الكريدت لكل حاجه بناء على الاي اي وسلوك الشخص ذات نفسه، فبالتالي يدي كريدت لكل بلاتفورم على حسب الشخص ذات نفسه وسلوكه ذات نفسه. يعني مثلا لو هو دخل السلوك بتاعه دايما ان هو بيخش يتفرج على فيسبوك وبيشتري من على جوجل، فهو هيديك كريدت مثلا لفيسبوك مثلا اكس 4 مثلا من 10، وهيدي باقي الكريدت 6 من 10 دايما لجوجل. طب لو هو دخل عمل انيشال تشيك اوت مثلا من على فيسبوك وتمام وبيشتري على طول من على جوجل، اوتوماتيكلي مثلا هيدي من هنا 0.8 وهنا 0.2 لجوجل وهنا، فاهمني؟ فعلى حسب على حسب السلوك الشخص والكلام ده كله. طيب نيجي لاخر مرحله، ودي المرحله المهمه قوي اللي هي الريتنشن، ودي زي ما قلت لكم واتكلمت عليها قبل كده في السيشن بتاع السكيلينج، وهي ان انا اعرف اللايف تايم فاليو بتاعي قد ايه، الريتنشن ريت عندي قد ايه. من هنا زي ما قلت لكم هاجي هنا من فوق بقى، لو انا جيت هنا الاناليتكس هاجي هنا من فوق واقوم بص على الريتنشن ريت عندي، هشوف هنا عدد الريتيرن كاستمرز قد ايه، هشوف هنا عندي اللي هو بالنسبه لي العدد ده قليل، طب ازاي ازوده، بالنسبه لي العدد ده كتير فازاي احافظ عليه وكده. لازم اعمل كوميونتي ما بيني وبين العملاء، لازم اشتغل على الايميل ماركتنج. عندي هنا ابلكيشن كليفيو ده حلو قوي على شوبيفاي، وفي ابلكيشنات كتيره ممكن تستخدمها في الحاجات دي كلها. انا المهم بالنسبه لي او اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ارجع للرول الاساسيه للداتا اناليسيز، ان انا ازاي اجمع الداتا بتاعتي او اجمعها في مصدرها الصح، وزي ما قلت لكم من المكان بتاع جوه البلاتفورم ذات نفسها تجمع احسن داتا. بعدين ازاي افكر بناء على الداتا اللي قدامي ديت، ازاي افكر واخد اكشن سريع، وبعد كده ازاي افرض او الفرضيه المناسبه بناء على الداتا ديت او بناء على التشارتس المرسومه ليا. بعد كده ابدا اقارن بقى النتائج واجرب واقارن لحد لما هتلاقي نفسي ان انا بفرض فرضيات على الاقل. لو البرفورمانس بتاعي بيعلى ماشي، لو البرفورمانس بتاعي ثابت ماشي، لو البرفورمانس بتاعي بيقل فانا كده خلاص انا خدت اكشن سريعه وكده. فدي ميزه الداتا اناليسيس
اناليسيز، ولازم اعرف اني بالظبط فين المشكله عندي، هل هي مشكله جوه الداشبورد ولا بره الداشبورد. بره الداشبورد ممكن تكون كبرايسنج، ممكن تكون في حاجات كتيره قوي، فلازم اعرف الفانل اللي اتحرك بيه زي ما قلت لكم الاول من جوه الداشبورد. تمام. بعد كده ببدا اطلع بره الداشبورد بقى، ابدا ابص على الويب سايت بتاعي، بعد كده ابدا ابص على البرايسنج، بعد كده ابدا ابص على الديماند بقى بتاع البرودكت، وابص على حاجات كتير قوي. فبالتالي انا هبقى جاوبت نفسي على اسئله كتير وابقى اخدت اكشنز سريعه. ده كان كل حاجه، ودي كانت اخر سيشن عندي في الريكوردد سيشنز. طبعا لو محتاج اي حاجه، محتاج تستفسر عن اي حاجه، ما تنساش تبعتها على جروب الكوميونتي. طبعا مستني الفيدباكس بتاعكم ورايكم في السيشن. تمام. ولو احتجت اي حاجه ليها علاقه بالميديا باينج او ليها علاقه بالبيزنس بشكل عام، لو عندك اي كونسلتيشن محتاجها وكده، تقدر تبعتها على الجروب عندي، وهنخش ميتنج مع بعض عندك على البيزنس بتاعك، نقدر نشتغل عليها واحده واحده مع بعض لحد ما نحل المشاكل. السلام عليكم.